شفت الريل بتاعت البلوجر كريم السيد اللي اتكلم فيها عن اغلى قطعة ارض في مصر، واللي استضاف فيها الباشمهندس محمد طاهر رئيس مجلس ادارة شركة نايل للتطوير العقاري المسؤول عن قطعة الارض دي. وباختصار هما بيتكلموا عن مشروع سكني هيتعمل في ارض جوه النهر الاخضر في العاصمة الادارية الجديدة. والحقيقة انا عندي شوية اعتراضات. اولا ده مش اغلى سعر قطعة ارض، لان بمنتهى البساطة قطعة الارض 40 فدان، فبالتالي لما بنضربها في سعر المتر بتبقى رقم كبير. ولكن ده مش اغلى متر موجود في مصر. في امطار في مصر موجودة في اماكن انت ما تعرفش عنها حاجة اغلى باضعاف اضعاف اضعاف من سعر متر الارض اللي احنا بنتكلم عليها. توجيه المستهلك والتسويق بكلمة اغلى قطعة ارض في مصر، ايه اللي هيستفيد بيه المستهلك؟ انا كمستهلك هروح اشتري في الكومباوند ده واعيش فيه بعد سنين من الانشاءات، ايه اللي هيخليني استفاد من جملة ده اغلى سعر متر ارض موجود في مصر؟ كان ممكن نقول ده احسن فاليو موجود في مصر، ده احلى فيو موجود في مصر، ده احلى لوكيشن موجود في مصر. انما اغلى سعر متر في مصر او اغلى سعر ارض في مصر، اعتقد انا كمستهلك مش مستفيد. كمان فكرة وجود كومباوند سكني جوه النهر الاخضر اعتقد هيكون فيها شوية مشاكل. ازاي اكون عايش جوه مكان خدمي ترفيهي الهدف منه الاساسي انه يكون نهر اخضر وشريان اخضر يغطي المدينة كلها بالبحيرات وبالمناطق الخدمية الترفيهية؟ ده غير المونوريل اللي ماشي على بن زايد الشمالي وشايف المشروع كله وكاشف الارض كلها، فبالتالي بعد كده هيبقى كاشف بيتك. ده غير مسجد الشهداء اللي هو واحد من اكبر المساجد واحلاها الموجودة في العاصمة. هنعمل ايه في الاكسسبيليتي لدخول المصلين وخروجهم بدون ما نقلل من خصوصية السكان اللي جوه الكومباوند، خاصة ان المسجد جزء من ال 40 فدان في نص الارض. كمان عارفك يا اللي هتقولي مسيليا طلعت مصطفى موجود جوه النهر الاخضر والناس هتموت بعضها عليه. لا، هنا الوضع مختلف. سيليا كومباوند كبير 500 فدان، يعني يقدر يوفر كامل خدماته جواه، بلس ان هو في الجزء الثاني من العاصمه بعد الميدان اللي بيوديني على حي المال والاعمال وعلى الداون تاون، فبالتالي ما بيمرش من خلاله المونيرال، بلس ان هو قدامه منطقه سكنيه اللي هو حي المستثمرين والار 7، فهو يعتبر داخل جوه النهر الاخضر بس قدامه المنطقه السكنيه اللي هي بالفعل بدات تتسلم حاليا. غير القطعه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي في مدخل العاصمة في الأول على الهاي واي الأساسي جوه العاصمة اللي هو بن زايد الجنوبي، وكمان بيمر جنبها المونيرال. طب هي علشان على أكبر بحيرة في النهر الأخضر تبقى شبه الزمالك. الزمالك مكان فريد الناس بتحبه عشان حاجات كتيرة قوي، مش عشان بس هو موجود على النيل. الزمالك فيه ذكريات وأحداث وأفكار الناس بتروح علشانها، ومحبين ورواد الزمالك بيروحوا عشان الزمالك نفسها مش عشان اماكن شبهها. يعني مثلا لو عملوا 500 ساقية الصاوي في اي حتة مش هتبقى زي ساقية الصاوي الموجودة في الزمالك، هتفضل ليها طابع خاص. واخيرا التناول بفكرة ان احنا هنبدأ بسعر متر 77,000 جنيه، وان شاء الله على 2030 نفس سعر المتر ده هيوصل ل 200,000 جنيه، يعني هتبقى مكاسب مهولة. نايل ديفلوبمنت عودتنا على مكاسب مهولة في مشاريعها 31 نورث او نايل بزنس سيتي اللي المتر بدأ فيها في 2021 من اول 30,000 جنيه، وحاليا في 2026 وصل اكتر من 300,000 جنيه، يعني مكاسب توصل ل 1000%. بس الموضوع هنا مختلف. المشاريع اللي احنا بنتكلم عليها سواء 31 نورث او نايل بزنس سيتي هي ناطحات سحاب وكونسبت جديد ما كانش موجود في مصر قبل كده او مش معتاد عليه، فبالتالي كان عليه اقبال كبير وليه طريقة في التعامل خاصة عن اي منتج تاني اداري او تجاري. عشان كده هيفضل مميز عن اي محل تجاري او مكتب اداري انك تشتري في ناطحة سحاب بالشكل ده. ده غير تأثير التضخم والتعويم اللي حصل في ال5 سنين دول، واللي بالفعل اكيد اثر على تغيير سعر المتر من 30 لل 300. فهل هيحصل تضخم الفترة الجاية يخلينا نتحرك من 77 لل 200؟ اخيرا السكني ما بيكسبش زي التجاري والاداري، السكني ما بيتضاعفش زي التجاري والاداري. السكني مميز بحاجات كتير ليها علاقة باللايف ستايل والفاسيليتي والامينيتي واقبال الناس على العيشة جوه المشروع ده والخدمات اللي فيه. ده على فرض ان المشروع نجح، فانا بالتأكيد اتمنى ان المشروع يكسب اكتر من ال 200,000 في خلال ال4 سنين الجاية، بس اكيد ما تنناش ان يحصل تعويم. وهل ده هيحصل على ارض الواقع ولا لا؟ انا معرفش.
اخيرا الباشمهندس محمد طاهر ومحمود طاهر انا بعتبرهم من الشخصيات الاعتباريه الفريده في عالم العقارات في مصر، واللي بالفعل قدروا يحولوا شركه النيل والاهرام سابقا وشركه نايل ديفلوبمنت حاليا لشركه من الشركات الرائده اللي بتعمل مشروعات فعلا فريده ومختلفه. انا مش بهاجم المشروع، انا بس محتاجك تسال نفسك الاسئله دي قبل ما تروح تشتري متر ب 77,000 جنيه. يا عالم هيوصل لحد كام في اللوتش؟ مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.